منتخب مصر ومباراة اليوم أمام روسيا، استعداد جيد إن شاء الله لكأس العالم. عندنا كمان هنتكلم عن الجعان والحضري، وهنتكلم عن مشاركة الزمالك في دوري الأبطال. ولكن في البداية بنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشف مرضاهم، ارحم شهدائهم، ارحم أبي وجميع موتى المسلمين، احفظ مصر يا رب آمنة مستقرة إلى يوم الدين، واحفظ أمتنا الإسلامية والعربية بخير وسلام. كل عام وحضراتكم بخير. تاني أيام عيد الأضحى أعاده الله عليكم جميعا بالخير واليوم والبركات، وأتمنى أن تكون أيامكم كلها أعياد بإذن الله. ربنا يسعدكم جميعا. في البداية حابب بس أعزي أخويا وحبيبي وصديقي الأستاذ محمد لقمان في وفاة والده المغفور له بإذن الله. ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. محمد لقمان من الشخصيات المحترمة جدا. يمكن معظمكم تعرفوه، أو بعض الناس اللي متابعين رابطة مشجعي النادي الأهلي في أبو ظبي بالإمارات، عارفين إن محمد لقمان من مؤسسي الرابطة، وليه مجهودات كبيرة مع النادي الأهلي. هنا لما بيجي النادي الأهلي دايما في الإمارات، ومساندة النادي الأهلي في كل مكان، حتى في كأس العالم للأندية وهنا وهنا. فالراجل ليه مساهماته، وكلنا بنقول له البقاء لله والدوام سبحان لله وحده سبحانه وتعالى. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم جميعا. طيب هنتكلم عن مباراة مصر وروسيا النهاردة. المباراة هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، يعني الساعة 10 بتوقيت الإمارات. واكيد كلنا النهارده باذن الله بنتابع منتخبنا، كلنا مساندين، وكلنا في ظهر منتخب مصر، وفي ظهر حسام حسن وابراهيم حسن وكل القائمين على المنتخب، وفي ظهر اللعيبه طبعا. دي بلدنا وده منتخبنا. سيبك بقى من الاعلام اللي بيطلع عشان يعمل الترند، ويجيب واحد فاشل من هنا يتكلم، واحد يهاجم حسام حسن. سامعني يا رضا عبد العال؟ حسام حسن ولا اسامه حسني ولا اسامه حسن ده بتاع الزمالك اللي هو طالع من الاهلي بفضيحه، وغيره وغيره وغيره، والحضري وغيره طالعين يهاجموا حسام حسن. احنا في وقت كلنا لازم نكون على قلب رجل واحد، كلنا ورا منتخبنا، ورا لاعيبتنا، ورا المدربين بتوع منتخبنا. يعني احنا كلنا في ظهرك يا حسام. سيبك من الهرتله بتاعت العالم دي كلها، والاعلام الضال المضلل اللي بيحاول ياخدنا في حته تانيه. زعلانين عشان مش عارف واخد كام 8 9 من الاهلي. طب بقى 10، بقى 10 بانضمام بالعمري لمنتخب المغرب. برضه مدرب منتخب المغرب العالمي رابع العالم ما بيفهمش عشان ياخد بالعمري، ولا عشان هو اهلاوي خد بالعمري؟ ما هو نفس، هي العقليه واحده. يعني هي العقليه واحده. اطلع بقى قول على مدرب المغرب ما بيفهمش حاجه زي حسام حسن. اطلعوا اتكلموا عشان يقضيكم ان شاء الله زي ما حسام حسن رفع عليكم قواضي، وقدم بلاغات للنائب العام. منتخب مصر مباراة تجريبية هتبقى قوية. احنا عارفين روسيا طبعا مش مشارك في كأس العالم لأسباب سياسية، بسبب حرب على كرواتيا ولا أوكرانيا، أوكرانيا ولا كرواتيا، على كرواتيا، وإيقاف من الاتحاد الدولي لاتحاد الروس في المشاركة في كأس العالم. وده ما حصلش مع إخواننا البعدة. كان المفروض كمان يستبعدوهم من التصفيات اللي بقى لهم كام سنة اعتداء على إخواننا في فلسطين وفي غزة والمجازر اللي بتحصل دي. ومع ذلك برضو في تمييز في الاتحاد الدولي، تمييز عنصري في الاتحاد الدولي. ما علينا. مهمتنا دلوقتي ان احنا نقدم مباراة قوية. طبعا نكسب نخسر بقى عشان الناس اللي هتطلع بعد لا قدر الله لو خسرنا هيطلع يقطعوا بقى في حسام حسن وشفته ما بيفهمش وما بيعملش. يا جماعه دي مباريات تجريبيه. يعني عندنا النهارده روسيا، عندنا يوم 6/6 مباراه البرازيل. وبمناسبه مباراه البرازيل، احنا بنتفرج دلوقتي على مباراه مصر والبرازيل، فاكرينها في بطوله القارات اقوى مباراه شفتها لمنتخب مصر على مدار السنين كلها. المباراة انتهت 4-3 بفوز البرازيل في الدقيقة الأخيرة والثانية الأخيرة من ركلة جزاء صحيحة طبعا. كنا متعادلين 3-3 وعملنا شوط تاني عالمي. طبعا كان عندنا نجوم كبار زي تريكا، زي محمد شوقي، حسني عبد ربه، عماد متعب، ناس كتيرة مش عايز انسى حد فيهم يعني، او مش وقته دلوقتي. ولكن نتمنى ان المنتخب المصري يظهر بنفس المستوى
ونفس الروح اللي كانت موجوده في اللعيبه دي. طيب نتكلم بقى النهارده عن الجعان. الجعان اللي جاب لهم جنان، يعني زيزو جعان جاب لهم جنان. خلاص كل حاجه دلوقتي ما فيش غير زيزو زيزو زيزو. من ساعه ما انتقل للنادي الاهلي، سب وقذف في المدرجات من جماهير نادي الزمالك، اعلام نادي الزمالك، اعلام اللي هو المفروض عامل فيها محايد، وبيطلع يجيب لك زملكاويه هرتله برضه في الاعلام. طلع علينا كابتن النجم العالمي الحضري. هو كان نجم، يعني كان في حراسه المرمى. عصام الحضري محدش ينكر ان هو كان حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي، وكان حارس كبير محدش ينكرها. تمام. ولكن كلامه خارج نطاق العقل. عصام الحضري قال لك انا الاضواء خلاص اختفت من عليا، فاحاول اطلع وهرتل واعمل ايه، ترند، يظهر اسمي من جديد. عصام الحضري اللي كان بيتكلم عن الجاموسه واللبن من الجاموسه دايركت وبتاع، كلنا شربنا لبن من الجاموسه، وكلنا فلاحين، وكلنا وحاجه تشرف. ولكن ما تطلع بقى تتكلم، خليك انت في الجاموسه، وابعد عن منتخب مصر بقى، ابعد عن حسام حسن. خلي الراجل يركز. طالع يقول لك هو واخد زيزو ليه؟ ايه الاماره اللي واخد فيها زيزو؟ زيزو وزيزو بيعرف يلعب. يا حضري، يا حضري تعالى افكرك من قريب مش بعيد، من شهر او يمكن اكتر، شهر وشويه او شهرين يمكن، كانت مباراه مصر والسعوديه اللي مصر كسبت كام يا حضري؟ كسبت 4. زيزو اللي انت بتقول عليه ما عملش حاجه مع المنتخب في مباراه واحده بس، مسجل هدف رائع جدا، عامل اسيست، عامل بري اسيست لهدف، صنع كام كوره وهجمات كانت خطيره وضاعت. ده زيزو يا حضري. ده بقول لك قريب، مش هقول لك من بعيد. ولكن هو ده عامل لهم جنان. يطلع يقول لك جعان. طب ماشي، الجعان ده لو هو فعلا جعان ومش من اصل طيب ومش متربي، ما كان طلع زمانه بهدلكوا في الاعلام، شتم وسب ولعن في الزمالك، وهاتوا فلوس يا حراميه، وهاتوا مش عارف. زيزو بقمه الاحترام، زيزو ساكت ما بيتكلمش، سايب موضوع مع المحامي وساكت، لا بيهاجم ولا بيرد ولا اي حاجه. حتى لما الحضري طلع قال الكلام ده كله، كابتن سيف زاهر استضافه في اون سبورت وبيساله، شغلوا الفيديو بتاع الحضري، فبقول ايه رايك في كلام الحضري؟ قال له لا تعليق. لا تعليق ده يا كابتن سيف في الاعلام، يعني الراجل رد ولكن بشياكه. يعني هو سيبك منه، خليه ايه، يقول اللي يقوله، خليه يهرتل ولكن بكل احترام. رجع سيف زاهر تاني يقرر له، طب ردك ايه؟ سيف زاهر عايز يعمل ترند، عايز يسخن الحلقه، عايز زيزو يغلط ويطلع الحضر يرد وايه، ويبقى ترند بقى وبتاع مفيش الكلام ده. راجل محترم متربي ابن الحاج سيد. روح اساله عليه في المنيا تعرفوا اصله ايه، واحترامه لنفسه واحترامه للاخرين ازاي. قال له خلاص هو حر، رايه الشخصي، كل واحد ليه رايه الشخصي. ادي زيزو الجعان. زيزو اللي ليه عندكم فوق ال 83 ولا 85 مليون. زيزو الاتحاد الكوره لحد دلوقتي قضيته ما حكمش فيها كام؟ شهر، شهرين، 3 4 5 6 8 شهور. زيزو بيطالب اتحاد الكوره بانه يحكم له بفلوسه عند نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك لو ما دفعش يطلع على الفيفا. اتحاد الكوره بيماطل ويساوف، مره اجلنا، مره الزمالك طلب مش عارف مستندات جديده، لا الزمالك هيقدم مستندات، لا الكلام كل ده تسويف، ومعروف ايه الغرض منه. اركن زيزو دلوقتي، احنا مش ناقصين، احنا علينا بلاوي، علينا 6 ولا 6.5 مليون دولار، مش عارفين نجيبهم منين. هتجيب لنا كمان 85 مليون ولا 80 حتى 60 مليون يا عم كمان، هتزود لنا البلاطين، فهنجيب منين؟ لا اركنوا بقى اما نخلص حكايتنا مع الفيفا او فلوسنا والقواضي اللي علينا، ونشوف مين هيطرمخ عليها من اتحاد الكوره، ونشوف اتحاد الكوره العبقري هيطلع يحلها لنا ازاي، زي ما بيحلها كل سنه وبنشارك في البطولات. وزير المحترم وزير الشباب والرياضه جوهر نبيل رفض طبعا ان يوقع لهم او موافقه وزاره الشباب والرياضه على القرض اللي تقدم به نادي الزمالك، طالب 6 مليون دولار. طب ايه ضماناتك؟ مفيش.
ضماناتي بقى الرعايات اللي يمكن تيجي فيما بعد. مفيش حاجه اسمها كده. انت كراجل رايح تقترض من بنك، هتقترض بضمان ايه؟ بضمان راتبك. ليك راتب مثلا ثابت، هتاخد على قد راتبك مثلا يطلع له مثلا 10 اضعاف 20 ضعف، يبقى انت ايه؟ مضمون. ولكن عندك راتب وعندك نهايه خدمه ممكن احجز عليها لو انت ما سددتش. طب انا احجز على ايه في نادي الزمالك؟ احجز على لبيب نفسه، ولا احجز على ممدوح عباس، ولا احجز على مين؟ يعني مفيش حاجه اسمها قرض بدون ضمانات، او ضمانات وهميه. طب انت حضرتك عندك ارض احجز عليها؟ لا. طب حضرتك عندك ايه؟ ما عندكش حاجه. عندك 18 قضيه بس، عليك بلاوي سودة وعليك فلوس لناس انت مش عايز تدفعها، انت ناصب عليهم. فانا اضمن، الوزاره تضمن حضرتك. كان زمان مش دلوقتي، كان زمان الكلام ده بيحصل، ولكن دلوقتي لا. في وزير شباب محترم ذكر، تمام، وقف ضد التهريج اللي بيحصل ده. طيب هتقولي طب ايه موقف بقى الزمالك دلوقتي من المشاركه؟ هقول لك، انا اهلاوي اه. الزمالك احق بالمشاركه في دوري الابطال. ليه؟ لانه بطل الدوري. جه بقى الدوري ازاي؟ قفا مش قفا بقى، ابو غمزه، ابو لمزه، ابو ريبه، ابو مش عارف مين، ابو مجاهد، غيره وغيره. ولكن فعليا هو حصل على البطوله، يبقى من حقه انه يشارك في دوري الابطال، ولكن حسب القواعد والقوانين المنظمه للبطوله والمنظمه للكاف، وحسب قوانين الكاف وحسب قوانين الفيفا. ما اجيش انا بقى ايه كل سنه اظبط له العمليه ونبعت جواب مزور ومش عارف بيجدول وما بيجدولش بتاع، فيطلع علينا، عفوا، يطلع علينا جاهيليو او جليليو بتاعهم ده، وجايب معاه واحد ما اعرفش هو مين اساسا ولا عايز اعرفه، طالع يقول لك احنا حل مشكله نادي الزمالك في ثانيه واحده، في لحظه. ايه يا عم العبقري، يا عم عبقرينو؟ قال لك الابليكيشن. ماله الابليكيشن يا حبيبي؟ قال لك كل زملكاوي يشترك في الابليكيشن، تدفع 500 جنيه في السنه. يعني لو مليون واحد اشتركوا هيجمعنا 500 مليون في لحظه، ونروح نسدد ديوننا ونخلص نفسنا ونشارك في دوري الابطال. طب حضرتك انت تعرف ان جماهير نادي الزمالك او جماهير الاهلي او جماهير الكوره في مصر بيعانوا قد ايه عشان يحضروا مباراه واحده؟ بيدفعوا كام؟ بيجمعوا الفلوس دي منين؟ ده مصروف اضافي عليهم وضغط اضافي عليهم. ما هو مش جماهير الكوره دي مليونيرات ولا رجال اعمال ولا الكلام ده كله. ال 100 جنيه وال 150 اللي بيدفعوهم غير الاكل غير المواصلات غير الكلام ده كله، ده عبء عليهم. ولكن هم حابين يستمتعوا بمباراه كره قدم. تيجي انت تاخد من الغلبان ده اللي زيي وزي غيري وبتاع، وتاخد منه 500 جنيه، تقول لي عشان احل مشاكل نادي الزمالك اللي ناصب على العالم كله وعلى اللعيبه كلها وواكل في كرشه 6 مليون. اسال رئيس النادي، خليه يدفع يا باشا، خليه يدفع. فين رئيس النادي؟ فين مجلس الاداره؟ فين رجال الاعمال اللي عندكم؟ جاي على الغلبان وعايزه يحل لك مشكلتك، مشكله لعيبه مليونيرات بتلعب. عايز انا كغلبان او كواحد من الشعب او كجمهور اجمع فلوس عشان ارديها للباشا واللعيبه يحلوا مشاكلهم ويقبضوا وبتاع اللي بياخدوا ملايين؟ اي منطق واي عقل. طب الابلكيشن ده قانوني؟ الابلكيشن ده رسمي؟ ينفع اساسا ان الم فيه تبرعات زي بالمنظر ده؟ هو بالظبط شحاته مقنعه، مش محمد شحاته، لا شحاته مقنعه. هتجيب لي هنا، هتجيب لي من هنا من هنا طيب الابلكيشن ده بيدفع ضرائب للدوله؟ لا. طب اذا كان اساسا الزمالك مديون بملايين لمصلحه الضرائب نفسها، الزمالك مديون لوزاره الاوقاف، الزمالك مديون لاتحاد الكوره. هو ايه يا جماعه؟ انتوا بتهرجوا ولا مش فاهم؟ انا مش فاهم الناس دي بتطلع. طب ما تجيب يا عم ممدوح عباس اللي طلع مع عمرو اديب، مش قال لك انا الزمالك بشتري لعيبه قد الاهلي مرتين، اسعار بشتري لعيبه باسعار قد الاهلي مرتين ثلاثه واكبر اكتر من بيراميدز؟ مش طلع قال كده مع عمرو اديب؟ عمرو اديب استغرب، قال له ازاي يعني؟ قال له ما انا ما بدفعش. قال له انا ما بدفعش على مستوى اللاعبات. الزمالك عنده مشاكل في اليد،
عنده مشاكل مع برضه مستحقات اللاعبين في الطايرة وفي السلة وفي كل حتة. ومع ذلك برضه الدولة، اتحاد الكورة، بيطرمخوا لصالح الننوس. لكن الأهلي السنة دي واقف لهم. اتحاد الكورة مرعوب من النادي الأهلي. اتحاد الكورة مش قادر يعمل حاجة لحد دلوقتي، بيقول لك حلوا مشاكلكم بنفسكم، جمعوا المبلغ قبل 31/5، حلوا جدولوا، اعملوا أي حاجة، حلوا مع نفسكم بقى. الأهلي واقف لي زي الأمة في الزور. لو عملت زي كل سنة هيطلع على الكاس، محكمة الرياضة الدولية والمحكمة الدولية، أو هيطلع على الفيفا. فأنتوا حلوا بقى مع نفسكم، ما نشوف إيه اللي هيحصل. ولكن في النهاية كلنا عندنا رسالة واحدة دلوقتي. من النهاردة كلنا مع منتخب مصر، كلنا في ظهر حسام حسن وإبراهيم حسن، اللي بجد بشكرهم على موقفهم النبيل مع لعيبة المنتخب المصابين. إسلام عيسى اللي جاله الصليبي في مباراة أسبانيا، ربنا يشفيه إن شاء الله. ومحمد حمدي لاعب بيراميدز، ربنا يشفيه، اللي اتصاب في بطولة أفريقيا. حسام وإبراهيم حطوا أسماء اللاعبين أو خدوا اللاعبين موجودين، مع إن شاء الله يكونوا مع زمايلهم، وهيكونوا موجودين مع الفريق في أمريكا للدعم، طبعا دعمهم معنويا والوقوف مع زمايلهم وتشجيعهم. ودي لفتة كريمة وإنسانية محترمة. سامع يا حضري؟ سامع رضا عبالة بتطلع تضرب في حسام ومش عارف ايه، والتاني أسامة حسني اللي ملوش أي تاريخ الفاشل. يا رب تسكتوا بقى كلكم كده، ويا رب الإعلام المصري ينتبه، ويبقى كلنا في ظهر حسام حسن. يكسب بقى ماتش روسيا، يخسر يخسر في ماتش البرازيل وده متوقع، ولكن احنا بنجرب اللعيبة لبطولة كبيرة جاية إن شاء الله منتخب مصر يظهر فيها بمستوى كبير ومستوى رائع. وفي النهاية أتمنى لكم الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك وشير عشان نقدر نواصل مع حضراتكم.